هلو يا حلوين، يا رب تكونوا بألف صحة وخير. النهاردة هنعمل جلاش باللحمة المفرومة. الجلاش المصري بيعتبر أساسي في المقبلات، في الأعياد، في المناسبات، في رمضان. التحضير بتاعه في منتهى السهولة، ما بياخدش معانا أي وقت. يلا بينا على الطريقة. بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا ما تنسوش، اللي أول مرة يشوفنا، احنا قناة أكلة مامي. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير والكومنت الحلو بتاعك عشان دايما بيفرق معانا. ويلا بينا على الفيديو. جلاش اللحمة المفرومة في منتهى السهولة، مش هنحتاج غير المكونات اللي قدامنا دي، وهي نص كيلو من اللحمة المفرومة تكون فيها دهون وسط، وهنحتاج